السلام عليكم. فيديو جديد مع ابو يوسف الاهلاوي. حابب اشكر كل واحد مشترك مع ابو يوسف الاهلاوي في القناه، واتمنى من ربنا المزيد ان شاء الله عشان صوتنا يوصل بربنا وبيكم. اهم اخبار النادي الاهلي النهارده، هخش في الكلام على طول. الاهلي في استاد السلام ب 15000 متفرج. النادي الاهلي ب 15000 متفرج في استاد السلام. اتمنى من جمهور النادي الاهلي اللي هو مقاطع ما بيروحش الماتشات، الجمهور النادي الاهلي المحترم، لو انت زعلان من حاجه سيبها على جنب وروح الماتش، عشان النادي الاهلي هيبته بجمهوره. النادي الاهلي يا جماعه جمهوره هو رقم واحد. الجمهور المحترم الاهلاوي، الشباب اللي زي الورد فين، اللي بيشجعوا 90 دقيقه واللي بيفوقوا اللعيبه اللي بتتغازل في ارض الملعب. لا، عايزين جمهورنا يرجع، عايزين جمهور النادي الاهلي، وبطالب كل واحد من كل واحد يا رب سامعني يروح الماتش. الفرقه محتاجه جمهورها، وان شاء الله احنا عدنا لتدريبات النهارده يا جماعه، واتمنى ان احنا نبدا صفحه جديده يا مارسيل كولر، واهم صفحه تفتحها تثبيت التشكيل. لازم يكون فرقه النادي الاهلي لها هويه، زي ما كان السنه اللي فاتت النادي الاهلي بيلعب قدام اي حد، ما كانش معانا فارق ولا ريال مدريد ولا اي حد. وهقول لكم الواحد بيتكلم ليه. اتحاد جده، هتكلم بس هتكلم عن النادي الاهلي الاول. هقول لكم اتحاد جده عامل ايه، اللي احنا رايحين بعد شهر بالظبط نلعبوا في كاس عالم للانديه في السعوديه، وما ادراك من السعوديه. عشان كده بطالب مارسيل كولر المحترم، وكده بطالب الكابتن خالد بيبو، كل واحد منه حاجه. تثبيت التشكيل هو نجاح النادي الاهلي. لكن اللي انت كل ماتش تغير 8 وتلعبهم والله العظيم ما هينفع. بعد احترامي لك، لو عملت اللي وكل ماتش تغير لي 7 و8 في الفرقه مش نافعه الفرقه. اللعيبه خلاص ما بقتش حافظه بعضها. ازاي اللعيبه المفروض كل لاعب يبقى عارف لو هو مغمض كده هيبصها لزميله ويروح يجيب جون ولا يدافع. ما ايه اللي بيحصل ده في فرقه النادي الاهلي؟ خلاص بقى صفحه وانتهت. افريقيا وخلصت من احنا داخلين على دوري ابطال افريقيا، وداخلين على ماتشات الدوري وكاس عالم للانديه وسوبر مصري. تثبيت التشكيل هو الحل لمارسيل كولر عشان هيبه النادي الاهلي ترجع. وبقول للكابتن خالد بيبو، يا كابتن خالد بيبو اقعد مع اللعيبه. من ابو يوسف الاهلاوي هو بيقول لك اقعد مع اللعيبه يا كابتن خالد بيبو، وشوف اللعيبه دي عايزه ايه، وشوف اللعيبه بتعمل ليه كده. لازم دورك يبقى احسن من كده، عشان النادي الاهلي محتاج اي واحد في مكانه يشتغل بالظبط، يعمل اللي عليه، يعمل اللي عليه. ده ما انا طالبت الجمهور يروح الماتش، وبطالب كل واحد، وانا كل واحد يعمل اللي انا بتكلم واعمل اللي عليا. اتمنى انت بقى تعمل اللي عليك وتدي اللايك يا عم، عشان صوتنا يوصل بربنا وبيك. اوعى تفكر انا قعدت كده 100 سنه اتكلم معاك، صوتي مش هيوصل الا بربنا وانت. نخش على مين بقى؟ جو، عايز تتكلم في ايه؟ انا مدرب الاتحاد بيقول لك كاس العالم سيظهر مدى قوه الاتحاد. مدرب اللي اسمه افدريا جريدو. الاتحاد السعودي جاب مدرب جديد اسمه جريدو. يعني الاتحاد مش ساكت، والفترة قليلة يا لعيبة الأهلي، واحنا رايحين السعودية، وجمهور النادي الأهلي في السعودية أكنه هنا في مصر. انتوا عارفين الجالية المصرية في السعودية قد إيه؟ يعني مش عايزين حرق دم من الناس في السعودية. الناس اللي رايحة دي تغرب تشتغل يعوضونا عن ماتش السوبر. إيه؟ يعوضوا الجمهور عن ماتش السوبر. يعوضونا عن كل حاجة، ده يعوضونا عن كل حاجة. عشان كده بطالب تثبيت التشكيل. اتحاد جدة فريق محترم، فريق محترم، ومش عايزين اللي احنا نروح نقابله باستهتار. لعيبة الاهلي المشوار اللي جاي صعب، وانتوا قدها وقدود، عشان انتوا احسن لعيبه في مصر. اقسم بالله الاهلي المفروض يكسب. يا عم مفيش حاجه اسمها اتحاد واقع، واتحاد واقع، الاتحاد السعودي واقع. امال احنا نعمل ايه لو امال ايه؟ بيمر بنتائج وحشه يعني. ماشي، لا بقى بس برضك هيجي يلعبك كده في السعوديه هتلاقي الليله، هتلاقي وحوش. عشان كده احنا هنعمل اسود هناك في السعوديه. احنا عايزين نعد فرقتنا بتشكيل اساسي،
وبقول لي بيرسي تاو مبروك. خد افضل لاعب. يا بيرسي يا تاو مبروك، وخدت احسن لاعب امبارح وجبت الجون. عايزك هنا بقى، عايزك هنا يا تاو، وتيجي ترقص مع اللعيبه. طب انت رقصت امبارح مع اللعيبه كده وقعدتوا تحضنوا في بعض وتعملوا بتوع جنوب افريقيا. عايزك تفوق كده، وترجع لبيرسي تاو تاني، ترجع لبيرسي تاو. واتمنى ان رضا سليم يخف. نفسي رضا سليم يلحق كاس عالم للانديه، نفسي رضا سليم يلحق كاس عالم للانديه. ده هيبقى صفقه بص في الجول. لعيب كبير، لعيب كبير رضا سليم ده، وخد العين. خدتها بدري بدري يا رضا، اقسم بالله خدت العين بدري بدري، وان شاء الله هترجع احسن من الاول. كويس ليه جت في ايده. كويس. لا ده في ايده يوسف، ده في الكركره، في التركوه. التركوه بتاعته يا عم اتدغدغت مش كسرت. لا يا عم الف سلامه عليه، ده هيقعد شهرين ثلاثه. الف سلامه يا رضا يا سليم يا محترم. اتمنى من كل اهلاوي يدي لايك بقى، ادوا اللايك بقى وعلوا حسنا بقى، عشان صوتنا مش هيوصل الا بربنا وبيكم. عايز تتكلم فيها جو في الاجتماع بتاع الاهلي. موقف امبارح يا جماعه، والله العظيم النادي الاهلي ده كبير، واللي مش شايف كده اعمى وما بيحسش. اللي مش شايف النادي الاهلي كبير اعمى وما بيحسش. وربنا يشفي الكابتن والاستاذ والمحترم الوزير العمري فاروق، اللي هو في ايدين ربنا بقاله اسبوع. بتمنى له الشفاء من عنده، بتمنى له يقوم بسلامه لابوه وامه واهله وبيته. سيبكم من الكوره بقى، خلوا الكوره بقى ومجلس الاداره ده على جنب، عشان الشخصيه دي محترمه قوي وما غلطتش في حد. عمري ما سمعته جرح في حد، ولا حد اشتكى منه، طول عمره في حاله. واخر لقطه ليه كانت في النادي الاهلي قبل ما قلبه يقف وقبل ما يحصل له اي حاجه. شفتوا حب النادي الاهلي؟ شفتوا حب النادي الاهلي لغايه فين يا جماعه؟ عشان كده بطالب كل واحد محترم، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، يدعي له. والله العظيم الدعاء اللي هيقوم بالسلامه ان شاء الله، عشان هو يستاهل. ولو مش انسان حلو الناس كلها تحبه كده. شفت بقى اللي الدنيا كلها لسان، الدنيا كلها لسان. هتقول الكلمه الحلوه هتلاقي اللي بيقول لك كلمتين ثلاثه حلوين، هتقول الكلمه الوحشه هتلاقي اللي يقول لك برشاشات كلام وحش. يمين الله يا رب يشفيه. خبر اسوريو. مين؟ اسوريو لم اوافق على عرض الزمالك بشان جدولة مستحقات اسوريو مش هيسيب فلوسه في الزمالك عشان يبقى على بلاطه. اسمع كلام ابو يوسف الاهلاوي يا ابني انت. هو اسوريو عارف ان نادي الزمالك بعد احترامي ليه بيدوخ الناس على الفلوس. الزمالك بيدوخ الناس على الفلوس. انا اللي بقول لكم لعيبه مدربين وكل الناس بتشتكي نادي الزمالك، عشان كده اسوريو مش هينفع معاه حل الا يروح يشتكي. انا اللي بقول لكم اسوريو في الاخر هيشتكي نادي الزمالك، وما القضيه تحكم بقى مين اللي هيدفع، المجلس ده ولا المجلس اللي بعده. هي دايره كده، وجمهور الزمالك حابب كده بعد احترامي ليه. لا مش يقعدوا مع الراجل انت ليك ايه 1 2 3 وخلص خد على الترابيزه، انت ليك 3 شهور. لا يا عم خد شهرين اهو اتكل على الله. لا الزمالك ما بيعملش كده. انت ليك 3 شهور يقول لك اديك شهر، لا الراجل مش هيوافق. وانتوا كنتوا طالعين بيه قوي والدنيا والسما وسوري وهيعمل ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والدنيا كلها. عرفتوا الواحد لما بيقول كلمه بيقولها بما يرضي الله. عشان كده بطالب كل واحد بيشوف ابو يوسف الاهلاوي لاول مره ينزل يشترك دلوقتي في القناه، عشان صوتنا مصمم هيوصل بربنا وبيكم ان شاء الله بدون مقاطعه. السلام عليكم.